السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة الفطير المشلتت. زي ما انتوا شايفين شكله جميل ازاي، والتسوية بتاعته حلوة، وده شكله من تحت. والفطير طري جدا زي ما انتوا شايفين، مورق وطري وجميل، وطريقته سهلة جدا. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك، ويلا بينا على الطريقة. هكون محضرة كيلو دقيق منخول، ومعلقة صغيرة ملح، ومعلقة كبيرة سكر، ومية للعجن. هبتدي انزل بالملح وهضيف عليه السكر وهقلبهم كلهم مع بعض. وهبتدي اضيف المية علشان ابتدي اعجن. هنزل تقريبا بكوباية مية في الاول واقلبها شوية، وبعد كده اضيف مية تاني. كده هحتاج ان انا اضيف كوباية مية كمان. بعد ما تضيفي كوبايتين المية هتبتدي تزودي بالتدريج، لان هي هتبقى محتاجة شوية مية بسيطة، وعلى حسب نوع الدقيق اللي انت بتستعمليه. انا ضفت كوبايتين وربع مية. هبتدي اعجن. اهم حاجة عشان الفطير ينجح معاكي لازم تعجنيه كويس. زي ما انت شايفة العجينة عاملة ازاي، لسه محتاجة عجن. تفضلي تعجني فيها لغاية ما تبقى ناعمة معاكي خالص. هنفضل نستمر في العجن لغاية ما تبقى ناعمة. شايفين شكلها بقى عامل ازاي دلوقتي؟ بقى شكلها ناعم وعاملة معايا عرق. عرق يعني تمط معاكي كده زي ما انت شايفة، العجينة ما تقطعش. كده خلاص العجينة بقت ممتازة، ما بقتش تلزق في الايد وبقت كويسة. هبتدي اغطيها بكيس واسيبها تستريح لمدة نص ساعة. اهم حاجة انك انت تغطيها بالكيس كويس عشان الهواء ما يدخلش ينشف السطح بتاع العجينة. هجيب صينية وابتدي انزل فيها بشوية زيت، وادهن الصينية كويس بالزيت عشان لما اجي اقطع العجين واحطه في الصينية ما يلزقش فيها. والعجينة كده خلاص استريحت معايا. اهم حاجة انك انت تريحي العجين ما بين كل مرحلة والتانية علشان ينجح معاكي. هبتدي اشيل الكيس من على العجين وابتدي اقسمه. احنا عاملين كيلو دقيق. هبتدي اقسم الكمية اللي عندي نصين. بعد كده هاخد كل نص وهقسمه لأربع أجزاء. وتكوني دهنة ايدك شوية زيت خفيف كده علشان وانتي بتقطعي العجينة ما تلزقش معاكي. وهخلي الشكل متساوي. بعد كده هقسمه نصين، وكل نص هقسمه لجزئين. يبقى كده النص كيلو دقيق قسمته لأربع أجزاء. بعد ما قطعتها همسك كل جزء وهبتدي أظبط الشكل بتاعه. هبتدي ألم العجينة وهخليها على شكل كورة واحطها في الصينية اللي مدهونة بالزيت. وهاخد الكرة التانية هبتدي اعملها بنفس الشكل، الم العجينة بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت واحطها بعد كده في الصينية. هعمل الاربع اجزاء بنفس الطريقة. بعد كده هدهن كل جزء بالزيت، وتتأكدي انك انتي دهنتيه كويس من جميع الجوانب علشان الوش بتاع العجين ما ينشفش منك. وممكن انك انتي تقلبيها في قلب الزيت من جميع الجوانب عشان تتأكدي انها اتغطت كويس. بعد كده هنبتدي نشتغل في الجزء التاني من العجين. هطلع الجزء التاني من الطبق وهبتدي اظبط الشكل بتاعه علشان اقسمه على جزئين متساويين. وبعد ما اقسمه على جزئين متساويين هبتدي اخد كل جزء واقسمه على جزئين، وابتدي اظبط شكل العجين في كل جزء. هظبطها كده والمها على شكل كورة، وهعمل بقية الاجزاء بنفس الطريقة. بعد ما خلصتهم بقى معايا 8 اجزاء، وهدهن كل جزء بالزيت كويس عشان ما ينشفش، وهغطيه بالكيس وهسيبه يستريح لمدة ساعة.
كده خلاص العجين عدى عليه ساعة. هنبتدي نشيل الكيس من عليه ونبتدي نشتغل في العجين. هندهن الرخامة شوية زيت او السطح اللي انت هتفردي عليه العجين هنفرده بشوية زيت علشان هيسهل معانا في الفرد. هاخد الجزء الاولاني وهبتدي انزل بيه على الرخامة وهبتدي افرده. العجينة استريحت كويس معايا قوي. شايفين بتتفرد ازاي سهلة؟ ببتدي من النص واطلع بيها على بره. مانيش محتاجة ان انا استعمل نشابة لان العجينة زي ما انتوا شايفينها سهلة جدا وجميلة. وهرش شوية سمنة وابتدي افرد. هتعرفي انك انت خلصتي فرد لما تلاقيها بقت رق رفيع خالص وخيال الرخامة باين من تحت العجين. هنفرد ونستمر في الفرد وما بتاخدش معاكي وقت خالص زي ما انتوا شايفين سهلة ازاي. ولو العجينة اتقطعت منك مفيش اي مشكلة. كده خلاص خلصنا الفرد. هنبتدي نجيب السمنة ونرش شوية سمنة ووزعهم كويس على العجين. كده تمام. بعد كده هبتدي اطبق العجين وبعد كل تطبيقة هبتدي احط شوية سمنة. اوزع شوية سمنة وابتدي اجيب الجنب التاني احطه عليه. بعد كده هاخد الجزء اللي تحت وابتدي اطبقه زي ما انتوا شايفين. خدت الجزء وتنيته. بعد كده الجزء الاخير هيتحط عليه. بعد كده ادهن شوية سمنة وابتدي الم الاطراف. شايفين بلمها ازاي؟ جمعتها اهي شكلها بقى عامل زي الكورة. اهي تاني اهي. ادي اول واحدة خلصناها. هبتدي احطها على جنب وهجيب التانية. لو حسيتي انك انتي محتاجة تدهني شوية زيت ادهني شوية زيت لان ده اللي هيسهل معاكي فرد العجين. وهبتدي اجيب الجزء التاني وابتدي افرده. العجينة لما بتكون مستريحة معاكي بتسهل معاكي عملية الفرد. زي ما انتوا شايفين شكلها عامل ازاي. جميلة جدا. هفردها كويس وزي ما قلتلكوا لو اتقطعت مفيش اي مشكلة. بعد ما فردتها خلاص وخيال الرخامة زي ما انتوا شايفين باين ازاي هبتدي اجيب السمنة وهرش شوية سمنة وادهن بيها العجين. هبتدي اجيب الجزء الاولاني اللي احنا فردناه وطبقناه مع بعض احطه في الجزء التاني وهنبتدي نطبق. شوفوا هنطبق ازاي. هنجيب الجزء دوت كده وبعد كده ادهن سمنة واجيب الجزء التاني واحطه فوق منه وابتدي اظبطها وابتدي ادهن سمنة تاني. مع كل خطوة تدهني سمنة. هاخد الجزء اللي تحت احطه عليه والجزء اللي هناك اطبقه عليه وابتدي الم الاطراف. لو عايزاها فطيرة صغيرة هتكتفي بالكورتين دول بس. لو عايزاها متوسطة هتعملي 3 كور مع بعض. لو عايزاها كبيرة هتعملي 4 كور مع بعض. انا هعمل فطيرتين متوسطين وواحدة صغيرة. ده تالت جزء انا بفرده. بعد كده هبتدي اوزع السمنة وادهنه كويس واجيب الجزئين اللي احنا عملناهم احطهم فيها وادهن شوية سمنة وابتدي اطبقه. هجيب الجنب ده وادهن شوية سمنة. بعد كده اجيب الجنب التاني عليه وادهن شوية سمنة والجزء اللي تحت والجزء الاخير. بعد كده هبتدي الم الاطراف مع بعضها. كده خلاص خلصنا الفطيرة. هجيب الصينية اللي هخبز فيها وادهنها شوية سمنة وهحط فيها الفطيرة واغطيها واسيبها تستريح لمدة نص ساعة قبل ما ابتدي افردها لانك لما بتريحيها بتسهل معاكي عملية الفرد. وعندي قشطة الحليب انا بحب احوشها واشيلها في الفريزر. ببتدي ادهن بيها وش الفطيرة وابتدي اضغط عليها علشان تتشرب كويس من القشطة. مش هدخلها الفرن على طول. هسيبها شوية علشان تشرب من القشطة علشان وش الفطيرة يبقى طري. وبكده خلاص انا خلصت الفطير. عملت 2 متوسطين وواحدة صغيرة.
اهم حاجة اكون مسخنة الفرن كويس جدا لانه بيبقى عايز حرارة عالية. ولما هاجي اسوي الفطير هحطه فوق الصاج على طول اللي في الفرن، مش هحطه على الرفوف، هحطه فوق الشعلة على طول. ولما يستوي من تحت ممكن ان انا اولع الشواية علشان الوش بتاعه يحمر شوية. وده شكل الفطير بعد ما استوى وطلع من الفرن، ريحته جميلة جدا. هتسيبيه يبرد وبعد كده تبتدي تغطيه علشان ما ينشفش منك. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك، واشوفكم على خير.